كان في خناقة في الدوري الألماني ما بين بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ. الخناقة دي كانت على مين هيحسم اللقب، مين هياخد الدوري. بايرن ميونخ كان عندها مباراة مع كولن خارج أرضها، لكن دورتموند كان عندها مباراة مع ماينز جوه أرضها وسط جمهورها. تبدأ مباراة بايرن ميونخ وكومان بيسجل أول أهداف البايرن في الدقيقة 8، وعلى الجنب الثاني ماينز ما تسكتش. دقيقة 15 ماينز بتستطيع إن هي تسجل الهدف الأول، عشان بعدها بتسع دقايق بس يسجلوا الهدف الثاني في الدقيقة 24. وفي الدقيقة 69 دورتموند بتسجل الهدف الأول عشان النتيجة تكون 2-1. أما في الجنب الثاني فكولن في الدقيقة 81 بيسجل هدف التعادل من ضربة جزاء، لكن موسيالا في الدقيقة 89 بيسجل الهدف الثاني للبايرن عشان يقتل الامل وعشان يكون هدف غالي جدا جدا جدا. عشان في الجنب الثاني في مباراة دورتموند في الدقيقة 96 دورتموند بتستطيع ان هي تسجل هدف التعادل والنتيجة بتخلص 2-2. دورتموند اللي كانت خلاص هتحسب لقب الدوري ليها بتلعب مباراتك وسط ارضك وسط جمهورك، وكل اللي مطلوب منك ان انت تفوز في المباراة دي، يعني فوزك ب3 نقط هيخلوك تفوز بالدوري كله. لكن دورتموند ما تقدرش ان هي تعمل كده. دورتموند لو كانت فازت بالدوري ده كان هيبقى هو الدوري التاسع ليها، لكن بايرن ميونخ تفوز بالدوري ده ويكون الدوري 33. ومش ده الرقم المبهر. الرقم المبهر ان بالبطولة دي كده تكون بايرن ميونخ فازت بالدوري 11 مرة على التوالي، في فرق 25 دوري ما بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند، في اكتساح تام للبايرن، في سيطرة كاملة للبافاري. الدوري الألماني تحت السيطرة.